مخبوزاتي اليوم محمرة بطريقة رائعة مع طبقة من الأجبان والبيستو، شيء لذيذ. تقدروا تبدعوا فيها زي ما تحبوا، بس عينكم على العجينة اللي راح أعملها اليوم. راح أبدأ ب4 أكواب وربع من الدقيق متعدد الاستعمالات. حطيت ملعقة من الخميرة و3 ملاعق من السكر وملعقة من الملح، كوبين من الموية وثلثين الكوب من زيت الزيتون النوع الممتاز. تركتها في العجانة الكهربائية مدة 10 دقائق. العجانة الكهربائية هذه من أديسون رائعة، فيها خاصية التخمير. هنا بعد ما انعجنت 10 دقائق حطيتها على خاصية التخمير ساعة. بعدين حطيتها في صينية وضفت عليها شوية زيت زيتون وعجنتها بيدي. تركتها تخمر 20 دقيقة. بعدين رجعت عجنتها مرة تانية وغطيتها تخمر مدة 20 دقيقة تانية. بعدين فردتها كده كويس مع شوية زيت زيتون وتركتها تخمر مدة ساعة. بعدين بدأت تطلع لي فقاقيع رائعة هنا. بدأت كده أخرمها بيدي وحطيت عليها طماطم كرزية. حطيت عليها الجبنة هذه الكور نوعها تركي. ورحت على فرن حرارته 220 درجة، اتحمرت من تحت وبعدين حمرتها من فوق. حطيت عليها البيستو ورشة من الموتزاريلا، حطيتها بالفرن بس 5 دقائق على نفس الحرارة. أبغى الجبنة اللي فوق تذوب. قطعتها وقدمتها، وتعالوا استمتعوا معايا بلذاذة العجينة الرائعة. والطبقة اللي فوق لذيذة، ما تتخيلوا قد إيش طعمها طلع رائع. وبالعافية.